بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. أيها الإخوة الأفاضل، اليوم كذلك نتكلم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم واهتمامه بالمرضى. كيف كان علاقة النبي صلى الله عليه وسلم بالمرضى، أو نقول المرضى والنبي صلى الله عليه وسلم. إيرو أميجا بحثة شبكين بحثة پیغمبر خوبكن عليه الصلاة والسلام وما في نخوشا نخوش بكرمانجي آجي نساخ أبيك نخوش كاتنا تندرستي اوان تندرستي جف كردية، يعني تندرستي معنا صاغلقة تندرستي اوان صحة اوان خرابية. أمي أنا بحث اوان بكن كا پیغمبر صلى الله عليه وسلم داينو ساندناوي بإنسان نخوش را چوابو حق نخوش را چبو پیغمبر چو وصيات المذكر. أمي أنا بحث بكن. طبعا علينا أن نعلم المرض، وهناك أعذار أخرى للإسلام لهم أو معهم شأن آخر. الإسلام أو القرآن الكريم الله عز وجل بين أحكامهم وأحوالهم، وبين بأن لهم وضع خاص، ليس على الأعمى حرج إلى آخر الآية، ولا على العارج ولا على المريض. هكذا الله عز وجل وضع لهم حكما خاصا، وبين بأن لهم أعذار وهم غير مكلفين في بعض الأمور، أو قيامهم ببعض الأمور غير واجبة، فالإسلام وضع لهم أمرا خاصا. فلنعلم هذا أولا نخوشين قرآن پیروز خدا جی آیت پیروز در باست بن که خود انسان نخوش وارا دفتر کا تایبت وکریه، دفتر کا خاص. نخوش انسان کور او انسان کور نگی وان سقطن بکرمانی سقطن تا نگی وان شکاندینه یا جکرینه. خودت قرآن دا جوان حال کی تایبت دورمه کی جوان گوتیه وانا نه نورمالن گوتیه. مقصد نه نورمالیه وان هنه کی تشت هنه لسروانا نه فرضه. شمیا رب العالمين بيت تشتري بيجا لو رد بيع عباده منن فقيرا تشكيات سريوان ازوان وانسان ساغلان بكم وكهف نحقيل وان تيكرن. يعني يكيكو شعبي تنبه تجرى بيجي تي وكا انسان شعبي دينا قالون هردو جي بيت تشتيانه بكن فقير شعبي نادينا يكيكو نجي ويجي قريبا نجي تنا تجاوز جرى بيجي تو في انسان خويه بيات باز دي نكاره باز ده يكي نسخ نكاره البياب ساكن نكاره بمشى دما كنت جرى بيج نوالا قالت هر روجي بكري قالت هر وابقي حيدا نخوش مزدمرم لو ما خدي عز وجل جوانا تشتكي طايبت شكرا قلت يا وانا لسروانا قنهتنا كنا چن حربه يا روجي نكن يا وانا نكن خدي جوانا امركي طايبت لانيا اولا امزان بن كبو نخوشي جوانا تشتكي سيستما كانوها سيستما كا طايبت خاصة وانا اسلام جوانا دانية ابيا يك. أمر آخر، الإسلام يأمر المرضى بالمعالجة، هذا كذلك من أمر الإسلام. والرسول صلى الله عليه وسلم له حديث مشهور: إن الله أنزل الداء والدواء وجعل لكل داء دواء فتداووا ولا تداووا بالحرام. يأمر، هناك مرض هناك معالجة له. طبعا نحن وصلنا إلى الحقيقة لم نصل، هذا أمر آخر، ولكن عند الله عز وجل له شفاء، ربما في المستقبل نجد له شفاء كذلك. كثير من المرضى أو من الأمراض في السابق لم يكن لهم معالجة، ولكن اليوم أصبح ممكنة، وصلنا إلى المعالجة. ربما هناك أمراض عاصية اليوم في المستقبل نجد. إذن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: الله وضع دواء فتداووا. لا تقولوا خلاص أنا مريض وسأنتظر الموت، لا تنتظر الموت، حاول أن تعالج نفسك والشفاء بيد الله عز وجل، ولكن قم بواجبك. هذا ما قال لنا الرسول صلى الله عليه وسلم. أولا نخوشين تشتكي نورمال ولا سري هركسي أبيا خبردان جرا نلازمه. سبب نخوشين تشد من هناك زانن هناك أمن زانن ورحاصل أمين بدن آليكي لي پیغمبر ما صلى الله عليه وسلم بجا قالوا إنسانا هر نخوشینکی خواهی خواره پیره خواهی درمانکی شاندیه تداوی خو بکن. تداوی یعنی معالجه خو بکن، یعنی هر درمانکی خواره بدینن. حدیث اکادنی داشت بجه هر نخوشینکی خواهی درمان جرا دانیه، ولكن جارنا هناك انسان وی درمان دینن هناك انسان جی نادینن، فقط هر هیه.
و تف دزانن بره هینکی نخوشین هبون دگون نخوشینکا بی درمان ناوی و هابون دردکی بی درمانه ان نخوشینا پیس آنه کم تفجه ترسن که امجرال بجن سرطان قانسره یعنی کرمانجی پنجه شیره شیر زانه چنه شیر آسلان پنجی کمر بکه به نافرته بی ناول پنجه شیر دانینلی آنها جی گوتنه سه چار حب او کیوی هنه بجن درجه وی هنه هنکی جوانش کن هات مرا درمان خو حب مبابن درزی بن چه مرا پی باشت بیانه دردی که ابو نه ایرو درمان هات دیتن پیغمبر بجا خود تداوی بکن خودش برای شفا بده نفساندن لی تشتکی دی گوتی خب به حرام تداوی نبن تشتکی حرام پی تداوی نبن حدیث کادی داشت بجا هر تشتکی که خدای حرام کریه درمان نکریه که ایرو مثلا اینکه دکتر دبن وانه که گرچکی وان دا کفر هنه دبی بیرای وخو ای گرچکی تا باش بن حیرا درمان دی هه او تشن وی حرام التین اویا برا بزن من حیلال خود کن خدای تشتکی بجا عبد من اویا حرام درمان تداتن اویا زانبن طبعا نأتي إلى حقوق المرضى أولا من حقوق المرضى أن تعيده أي تذهب إليه وتسأل عن حاله وهذا يذكره لنا الرسول صلى الله عليه وسلم يقول حق المسلم على المسلم 5 وهناك أحاديث يذهب إلى 6 وربما أكثر ومن هذه الحقوق رد السلام تقول عليكم السلام وبعد ذلك وعياد المريض وعيادة المريض هذا حق المسلم على المسلم وأعلم شيئا دقيقا كثير منا نقول مرضت فلم يأتي إلي إذن أنا لا أذهب إليه فهذا شيء نحن أحدثناه النبي صلى الله عليه وسلم يقول حقه عليه حقك عليه هكذا لا يقول حق بالمقابل إذا أتى إليك تذهب إليه لم يأتي لا تذهب هذا غير صحيح إذا هو لم يأتي الله سيحاسبه لماذا لم يأتي إليك وإذا أنت لم تذهب سيحاسبك على عدم ذهابك اعلم هذا أولا حق المريض على الذي حوله أن يذهبوا إليه ويعودوه ويسألوا عن حاله هذا أولا يكش حق نخوشت شيء نخوش كت هري سردانه بديه كي نخوشت كذا تذكاري بي هري خستيت هري نخوش خانه تنكار بي هري مالاوي تنكاري هري مالاوي جيت دوره تلفونك بكي تنكاري بيرا خبر دي تبلاي بري خوشكا وجنا بكره خبر دي از فلان کس نخوش كتيه خودش فاجر بشینه جیه مدوره از واجر دعایات کم حقیقیه تنزیکی و جیرانی و کارن هری لازمت هری سردان حالی بکی تنچی گناهکار دبی حدیث اکما خوان پیغمبر وها فرماند که علیه الصلاة و السلام دوی حق مسلمان لسر مسلمانه حق یعنی قبیل سرتا فرضه ها پنج دشتا گوتیه یک جوان گوتیه که نخوش کت هری سوال حالی بکی ایجا ایرو مصیبت که ما درکتیه دبي لي از نخوش كتن فلان كاس نات اج نساق كب اج ناشم لا بن سلامتي باشترا ابيا شريعت بيا قبولناك تشتكي نراسته قرام يج عقلي خد درخن او نات گناكي كريا خدي حساب جد خوازه ايجابي اجبير معناك هناكي فرض امر اسلامي هنا مجبير وكرا فرض اسلام بيا عادت هات تهري ناشت ناچي وكا حاشقه خدي تشتكي نديتيه حساب خدي ابيا نراسته بزنم چقدر تشتكي شاشه زنا حديث اجوار بخاينم كو بزنم ام چقدر كيماني كمازند كن وهناك حديث آخر الرسول صلى الله عليه وسلم يقول إن الله عز وجل يقول يوم القيامة حديث قدسي يا ابن آدم مرضت فلم تعدني قال يا رب كيف أعودك إلى آخر الحديث أي الله عز وجل يقول لعبد أنا أصبحت مريض فأنت لم تزرني طيب حاشا الله عز وجل لا يمرض ولكن معناه يقول العبد الفلاني مرض فلم تذهب إليه لو ذهبت إليه لوجدتني عنده وهكذا استطعمت فلم تطعيني طلبت الماء لم تعطيني بهذا الدرجة الله عز وجل يجعل نفسه في مكان المريض لماذا لم تأتي إلى هذا المريض لو أتيت لوجدتني عنده إذن الأمر خطير جدا إذا أهملنا هذا الحال ولم نذهب لم نأتي لم نسأل الأمر في غاية الخطورة نرجو الله عز وجل أن نصلح أنفسنا وأن يعيننا على أن نصلح أنفسنا ابياش بير معناه كان حديث پیغمبر دوی خدای عز وجل گوتی امجویرات بجن حدیث قدسی هاوی کند زانن خدای معنی داوی قلب پیغمبر زمان خو کلمه کید بجه نه وکا قرآن کلمه بخوشه پی خدای نه لابیا خبردان پیغمبر معنیش طرف خدای دهاتیه دبی خدای بجه عبد من از نخوش کتم تشما سردانا منکر خدای نخوش که
دبی از برچی بو مشترک و خواردن بدم تچما ندامن از تی ببوم آوش تخواست تچما آوه ندامن ای خودش مروا نخوازه روژا قیامت دبی عبد من از تی بوم تچما آوه ندامن از برچی بوم تچما خواردن ندامن از نخوش کتم چما تناتی انسان دبی یا ربی پات خدایت چوا نخوشت کبید چوا برچی دبی چوا تی دبی اره دبی از نابم لی فلان عبد من هبویا نخوش کتو تناتوی تبات انای از الوی بوما فلان کس برچی بو نانتنه بو هات برداره تگو خارنه تنه تبدانه توقع تبدانا من آوش تخواست آوه نده تبدانه وقع تبدانا من حساب که یعنی مسئله سفک نه مسئله گرانه ولكن ما في تشتي اواش خاص فكريه ما قيمته ندای که ابیا بزانبن نراسته گرم في تشتي جاره کادی دوباره نکن آگهداری بیابن تشتي که المقابل نه اونات از ناچم الله الله كيف من اقي خدا گوتته هری اونات خدا حساب جد خوازه حساب جمجي بخوازه ام گره آگهداری بیابن امر آخر كذلك يتعلق بالعبادة المريض والمرض المريض حينما يمرض الله عز وجل يخفف عنه أحيانا لا يكلفه بالأمر الصوم حينما نمرض غير واجب علينا إلا أن نتعافى الصلاة يخفف علينا ما تقدر تقوم اجلس ما تقدر مد حالك بشكل من الأشكال العبادات يخفف في الإسلام هذا أولا ثانيا الذي كان له نوع من العبادة يعمله في أيام صحته وإذا مرض لا يستطيع أن يعمل فالله عز وجل يكتب له الثواب والأجر مثل ما كان صحيحا وهذا كذلك من فضل الله علينا عز وجل إذا مرض العبد هكذا يقول الرسول صلى الله عليه وسلم أو سافر كتب له مثل ما كان يعمل مقيما صحيحا يا له من رب كريم وغفور ورحيم وغني يلطف بعباده عبادت انسان نخوش ایجابیش بیرونه عبادت انسان نخوش عبادت لقانون اسلام دا انسان کی که نخوشت که و یا عبادت سر فرض نابراد به روژی که ام نخوش بکن روژی سر من نفرزه حتی هم باشتم بنه یا جی عبادت سرتا فرضه ولكن کرناویش ترا سبک دبه کرناوی مثلا پشتا ما اشیا یا جی ام نخوشت که ام نکار لپیا بسکن لمیجه دا خودت به سر کرسی المشکه کرسی نکاری لوراتین که نکارن هرن سجده هرش خارونشتی المجا خوب که خوار بکه تو نکاری سرجه خودش که بچعبه خواه سمع الله ولمن المجا خوب که یعنی اقا سفکای ده انسان اقا رحمه خوده پرایانه تشتکی دیجی انسان نخوش دما کن نخوشت که و خدا عز وجل کو نخوشت که و یاد بیت نخوش کتی تو نکاری باش عبادت بکنه و اره نخوش کت نکاره روژی بکره اره نکاره سنت بکره اره نکاره صدقه بده تمام از ایوه خیرش ترا بنفسینم چقدر خدا کی زنگینه هاش بیروانه کن مثلا شخص کیش خواه کریه عادت هر دشم و پیشم روژی دکره او نخوش کت 6 ماه نخوش کت نکاره روژی بکره او 6 ماه کو نخوش کتیه کو دشم و پیشم روژی نگره خدا او خیره دشم و پیشم هر جراد نفسینه چقدر خدا کی زنگینه ها کابراش خواب شب لمیجات کلو لمیجه شوی نخوش کت 5 ماه نکاره بشب رابع و نکاره او سرجی خمایه خدا خیر او 5 ماه کو نکاره لمیج که خیر جراد نفسینه یعنی اقا خدا کی مازنه کی وکابی خدا زنگین ته یعنی و رحماوی دبی عبد متنخوش کتی تنکاره بکی نفس تام ازش ترا خیره بنفسین قد مراقنه که یعنی خدا کیه رب عالم مجه دور نخینه ناس کرنا و دهاج مرا بکن سیب ام خدای خو باش ناس بکن جبون خیر و عبادت خو ام ناس بکن کبی پیش کامرامه دقت بکن طيب امر آخر عبادة زيارة المريض كذلك لها ثواب الله عز وجل يعطيك إذا أنت زرت أخاك المريض النبي هكذا يقول صلى الله عليه وسلم من أتى أخاه المسلم عائدا أن يأتي إليه ماشيا في خرافة الجنة حدائق الجنة حتى يجلس فإذا جلس غمرته الرحمة فإن كان غدوة صلى عليه 70,000 ملك حتى يمسي وإن كان مساء صلى عليه 70,000 ملك حتى يصبح هكذا الملائكة يدعون لك أنت تروح وترجع أنت في حدائق الجنة والملائكة يدعون لك غفر الله لك وعافاك ومتعك بالصحة والعافية وما إلى ذلك الملائكة يدعون لك
يا له من أمر جميل. 70,000 ملائكة يدعون لك بما تستحق من الله عز وجل من الرحمة ومن العفو ومن الإكرام، هكذا يدعون لك. إذن نحن حينما نذهب إلى المريض كذلك نتاجر مع الله، والله عز وجل يدعو لك والملائكة يدعون لك، وأنت في مكان جميل جدا حينما تذهب وحينما ترجع. وخصوصا إذا ذهبنا في النرويج مثلا بالشتاء إلى زيارة المريض، الليلة طويلة جدا هكذا، يعني 20 ساعة تقريبا أو 15 ساعة، أو بالنهار في الصيف إذا تذهب وترجع ما شاء الله، يعني ساعات طويلة الملائكة يدعون لك. فنرجو الله عز وجل أن يرزقنا زيارة إخواننا المرضى وأن يرزقهم الصحة والعافية. نخوش زيارتها نخوش إجا عبادتها يعني أو خجت خيرك اشتراته ام جانت بجن قی هماتی هر زیارتی نخوش بکی زحمت تجبری که چد ناچه خودی خیره دته. حدیثك ما خوان پیغمبر بی علیه الصلاة والسلام ایوک هر زیارت نخوش کی بکه حتی کد چتید بخچه جنت دانه دچل جمی چند قرود نه ملائکات خیره جراتین خواه که باران تجانا باران ته داوی دبه که ایوار به حتی سرس به 7,000 ملائکت جرا دعایت کن سبب بروها حتى يباري 7,000 ملائكة دعات كن خدي رحمة وخلتك خدي تعفو كوار حاصل دعايك ملائكة بكنها دعاي ملائكة نخرابن دعاي ملائكة تشتي خوشن. تجارتك عجيبة تشي سردانا نخوشة كي 10 دقيقة رياضة تشتي ملائكة تشترى دعاياتك. إجا شخون لفير مثلا تزبستاني هاري بشاب شاب دريجن حتى سرس بوان 10-15 حتى ملائكة تشترى دعاياتك هافين تاريجي روي مدريجن 9 ملائكة تشترى دعاياتك أبانش قد بيربانكن تشتي بخير هرد سردانا نخوشها بكين. أمر آخر عيادة المريض وأن تجعله وسيلة لدعوته إلى الله عز وجل تحبب إليه الإيمان. الأزكياء من الصالحين هكذا كانوا يستغلون زيارة المرضى ويحاولوا أن يذكره بالله عز وجل حتى يتوب ويستقيم، فإن كان مستقيما يزداد استقامة وإن كان منحرفا يتوب يعود إلى الله عز وجل. كذلك فرصة لأن المريض يصبح قلبه رقيقا شوية يحتاج إلى تذكره قليل فيعود مباشرة. وهناك أمر مشهور النبي صلى الله عليه وسلم زار غلاما يهوديا كان يأتي مع أولاد المسلمين إلى المسجد ويلعب معهم فيسأل عنه النبي أين هو يقول إنه مريض، يقول فلنذهب نعيده. يذهبون إلى بيت أبيه فالولد على سرير كيف حالك مرض يعني الولد مريض. بعد فترة النبي صلى الله عليه وسلم يقول تدخل في الإسلام ولا ما تدخل، يدعوه إلى الإسلام. فالولد ينظر إلى أبيه، عادة الأطفال الشباب يحب أن يأخذوا رأي الوالد، فأباه وهو يهودي يقول أطع أبا القاسم، فكانوا يطلق على النبي اسم أبا القاسم وكان اسم النبي صلى الله عليه وسلم قبل الإسلام أو كنيته. فالولد يشهد يدخل في الإسلام وبعد شوية يموت. النبي كيف استغل هذا الأمر؟ ذهب إليه ودعاه إلى الإسلام وهو دخل في الإسلام ومات على الإسلام. إذن علينا أن نستغل زيارة المريض وأن نذكره بالله عز وجل بالتوبة والاستغفار. إن مات سيموت على الإيمان إن شاء الله، وإن عاد سيعود وهو رجل مستقيم يمشي في طريق الله عز وجل. زيارة نخوشا قالوا جماعة أمدكارم بكن دريكي جبونيكو أم إسلام بلا بكن دين خده عبادت جملات رابجن توبة بكن نخوش رابجن تحت أنا لميج نكري ورش خال لميج بكن تحت توبة نكري وتوبة بكن بني وات نخوش كتي بني أنا أو خديك أو خاصل شفاء دابوت أنا تنخوش خستيه بني خديك خاصة مازنة دكتور نقارن تباش من خديك كارت مازم كتباش بك أذيا برد عقل مدابة وشو سردانا نخوش كي كير وان تشتي خوش را بج دکاو توبهش که هذا بج لا اله الا الله ان شاء الله خدا مازنه بن در خدا يقبلن که ای خدا تقبل بك. طبعا نبيتي بمريونه ترسيننا ما انا بحسابي بك، ولكن هر خيره تجرى بج تمام بن اقصال خدا باش يشتبو وان شاء الله انا خدا باش بك ان شاء الله تي دیار جامع مش بك اگر کو کبرال مش نه که يعني شخص کی زاروک کی وقت پیغمبر ده ای یهودی صبي مسلمان را کد گردن تا آن زاروک ما و اوی نرویجی تا مسلمان و فلان او هفدانه دمکی او زاروک او صبي آن چند رونای جامعه پیغمبر به کو زاروک ما اقدهات دبی والله نخوش کتیه دبی مهر زیارتی ای بکن اف یهودی ها دچه زاروک نخوش هل سرجای درش کریه پرس حالیت که برداوی دا پیغمبر به جماعت نبی مسلمان کلمه شهادت ناینی زاروک تماشای باب خود کنه یا کبیج ایزنات هی آنتنه زار باوی دبیجه گهداری باوی قاسم بکش پیغمبر را دگوتن ابل قاسم دگو گهداری باوی قاسم بکه
اف زاروکی هانه کلمه شهادت تینه پشت کلمه شهادت آنیش دمره. یعنی حساب که پیغمبر چون سردان آوی کرد و کلمه شهادت اجه خواست اویج کلمه شهادت آنی او بو مسلمان و سر ایمان اجمر. یعنی تشتکی پر خوشه. حدیث اکادنش هیه پیغمبر دبی قد داخوازن برنی لکن هردن بخوازن الحیات بمینن و الحیات بمینن حیاتا کون دنیای دمینن هر جبرا خیره دبی اگر کون انسان گناهکار بنونه توبه بکن کون انسان باش بنجه ایدها خیره و زیده ببن. یعنی ابیاش بیروانه کل گره انسان سردان نخوشینا بکه. طبعا هناك امر اخر علم يتعلق من الجهه النفسيه. زياره المريض يشعره بأن له قيمة عندك وأنت تحبه وحينما تذهب إليه فهو يتمسك بالحياة أكثر ويجادل مع نفسه حتى يتحسن. اعلموا هذا جيدا. هناك أمور نفسية إذا شعر الإنسان بأنه صاحب قيمة فهو يجادل مع نفسه يزداد تحسنا، ولكن إذا أدرك بأنه لا قيمة له لا أحد يسأل عن حاله يقول له أموت الموت أحسن لي. فحينما أنت تزور شخصا تشعره بأن له قيمة فهو يزداد تمسكا بالحياة، يجادل، يشرب الدواء، يحاول أن يفكر دائما إيجابيا فيتحسن ما بداخله من الجنود الذي يخدم التحسن، والجنود الأخرى الذين يحاولون أن يمرضوه يزداد ضعفا فيتحسن. إذن هناك أمر مهم، أنت حينما تدعو له فيتحسن أكثر. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا دخلتم على المريض فنفسوا له في أجل، يعني يقول لا إن شاء الله أنت عمرك طويل لا تخافش يعني أنت ستعيش كثيرا. يقول فإن ذلك لا يرد شيئا. نعم أنت حينما تقول لا بس تورني إن شاء الله أنت ستعيش كثيرا، بهذا الكلام هو لا يعيش كثيرا ولكن يطيب نفسه، يعني يفرح شوية خلاص. حاولوا أن تحسنوا إليه بهذا الكلام الجميل. ولكن إذا ذهبت إليه وقلت والله كان لي صديق كمن أصابه ما أصابك هو مات بعد يومين والواحد آخر مات بعد 3 أيام هو سيموت. يعني حاولوا أن تذكروه بالأمور الجميلة إن شاء الله. سردان نخوش حكمتي ويك، حكمتي يك أبي إنسان نخوش يعني نساخ دبي از بقيمتهم ها بني أبقى إنسان هات سردان عمر كردمه كإنسان كيواب قيمتهم قرانم احترامه من هي دماكو فعم بك قيمته وهي مجادلتك بنخوشي نخورد بيزي باش ببم أبقى توصي من هنا حسابك ظلامك نخوشت كذا بري وناي جنا وناي خشكا وناي زاروكي نايني إيشاو باش ببم بجي يا ربي ما بمرم دها چتره وانت دمكي برادای اقصا بونه اقربای من لدمك تماشا که هر کس هاتیه بردری وی دوستی وی حوالی و اقربای یا وانا تب دوستی منه وانا تب جبان من هاتنه کاز مجادله کی بکم جبان از باش ببم و پیغمبر مجید بن صلی الله علیه و سلم نصیحت ادبی واتی و چو سردان نخوش کرد تشت خوش را بجن نه هو تيجا پر الحياة مني تيجا قالك جرا امي تبهر هرنجي كي چاي كي باخون قهوه كي باخون امي بمشن امي واكنو بكن امي هرن جاميه الميج بكن تشتي وها جرا بيجن دبي في عمري دريج ناكش بير بناكن عمري نخوش بفي خبردان دريج نابه ولكن بهنا يدرته او كيف هايته يعني ابي تشتكي مهمه وسردانا نخوش كر تشتي خوش جرا بيجن لنبي والله هبالك من هبو اوجبك قلبي ساكن يمر ولا سري وهو اشياء ودرو باش امر ولا بيع عمليات كل سرماسي رانا بو تدا نوانش وانا فيجن افانا عمري اوتكن يعني حكايه كي ومتكتب كده اخوان جامير كي دبي جيرانا كما هبو اختيار بود دبي مش ديا خبر مقول دايم هرن سردانا بينا خوشاني بكن جنا قوا چوم ظلامتن ازنچوم دبي مدايكا خبر دبي 10-15 دقيقه در واسو قيريني هات غريان قوا چوم الله اكبر قوا جنك مريا چابو اچوم کی مریا چی گوتشکی نمریا اره چما دگرین گودایکا تا گوتیا کچی ولا جنکا جیرانش كنت اختیاری بلکی جاراتي نکارم ورم كنت بمريا اشترانا فاتحه كيف خاينم انا اشترى فاتحه كيف كان كنت دمري يعني اجارا قدي نكارم ورم امجي جريان يعني تشتي ساكنو انسان قال تشتي جوان تشتي شيرين جوان ربي جبر كيف ان ور امر اخر تشعر المريض بانه زاحب ذا قيمه وان له قيمه عند الله تطلب منه الدعاء. نحن نذهب ندعو للمريض ولكن في الغالب ننسى أن نقول له ادعوا لنا، فالرسول هكذا صلى الله عليه وسلم يقول عودوا المرضى ومروهم فليدعوا لكم. اذهبوا إلى العيادة إلى المريض زوروهم ومروهم فليدعوا لكم فإن دعوة المريض مستجابة وذنبه مغفور. شوف كم له قيمة. فإذا أنت ذهبت إلى المريض وقلت يا أخي ادعوا لي، أنت
صاحب دعاء مستجاب خلاص فسينسى مرضه ويقول نعم هذا أمرض مني، هذا مرض ويشد مني، أنا سأدعو له بالشفاء، فهو يدعو لك والله يقبل دعاءه والملائكة يدعون له. هذا كذلك أمر في غاية الأهمية. تشتكي دني جنخوش وشو سردانا نخوش بيجي برجبرة دعاء بكن پیغمبر وهاد به عليه الصلاة والسلام دبي وشو سردانا نخوش أكر بيجي برا دعاء بكن جوارا دعاء وان جم خدي قبول كرينه گناه وانات نعفو كرن لورا انسان نخوش تجرا بيجي مرا دعاء بك دبي ها دمك ايه نخوش ازننم واوج ده محتاج دعاء هم كيفاويته عاد دعاء انسان نخوش هيك نازك الجم خدي رب العالمش دعاء وان قبولت که تی بیدارن رب العالمش صحه و سلامتی بده متوا ان شاء الله شفا خرج نخوش مرا بشینه و هناك انسان ما نخوش انا دخواز دعاء ما کرنه گوتنا جوانا دعاء بكن خدي شفا خرج وانا بشینه. هناك بعض الإخوة كذلك يطلبوا منا أن ندعو لهم بالشفاء، نرجو الله عز وجل أن يرزقهم شفاء عاجلا من عنده إن شاء الله، وادعوا لهم فلندعو جميعا لبعضنا ومتعكم الله بالصحة والعافية إن شاء الله، إلا أن نلتقي في الجمعة القادمة. ابقوا في حفظ الله ورعايته. Değerli kardeşlerim, biraz hazır olun, birkaç tane taşı kendime ve size atacağım. Uyarı, bir imamın görevi topluma, cemaatine doğruları, nasihatları, iyileri anlatmaktır. Bazen bize diyorlar ki imamlar siyaset yapar mı yapmaz mı? Biz de deriz ki onların kastettiği politika, biz bu politika yapmıyoruz fakat biz siyaset yaparız. Söylediğimiz siyaset de İslami siyaset. İslami siyaset halkı iyiye doğru götürüp tehlikelerden uzaklaştırmaktır. Bunun adı İslami siyasettir. Yani yönlendirmek iyiye doğru. Bir ayetin ışığında biraz sohbet edeceğiz. O ayet-i kerime Safat suresi ayet 24. Cenab-ı Allah kıyamet gününde diyor ki onları bir bekletin bakayım, o insanları bir durdurun bakayım. Onlara hesap soracağım. Onlar hesaba çekilecek. Büyük bir ayet. Yani herkesi değil. Bazı insanlar kendi görevini yapmayan insanları Cenab-ı Allah diyor ki onları bir durdurun bakayım, orada bir bekletin, o mahşerde onları soru soracağım. Onlar hesaba çekilecek. Bugün hesaba çekmeyi biraz beraber dile getirelim. Değerli cemaat, geçen hafta bir şey söyledik. Dedik ki bazı davranışlar var, onları topluma mal etmediğimiz zaman o değerlerin anlamı kalmaz. Yani temizlik ne kadar önemli ise biz o temizliği sokaklara çıkarmasak evdeki olan temizliğin bir anlamı kalmaz. Topluma mal edeceksin. Bugün söyleyeceğimiz noktada bazı noktalar var, biz onları topluma mal etmediğimiz zaman, sadece aklımızda kaldığı zaman onun bir faydası olmaz, bir pratiği olmaz. Biz aynı bu zamanki Hristiyanlar gibi oluruz. Hristiyanlar kendi inançlarını kilisede yaşıyorlar. Biz de kendi dinimizi camide yaşayacağız. Sokakta, normal hayatta bizim İslamiyet olmayacak. Onlar gibi oluruz. Sakın. Biz yani cemaat olarak biz bu memleketlere gelen insanlar ve memleketimizde de aynı şekilde 50 sene önce, 40 sene önce, 60 sene önce birçok köyde elektrik yoktu. Telefonlar daha sonra çıktı. Daha sonra ondan sonra bu akıllı dediğimiz telefonlar çıktı. Yani diyelim ki karanlık zamandan aydınlık bir zamana geldi. Ve biz birçok şeyi evlatlarımızdan öğrendik. Onlar bize bilgisayarı, telefonu, birçoğunuz yeni bir telefon aldığı zaman telefonu nasıl kuracak bunu da bilmez hani eminim. Ben de bilmiyorum, siz de bilmiyorsunuz. Genç evlara diyor ki oğlum kızım gel bakayım ben bu telefonu almışım da bu sefer ayarlıyor. Ondan sonra iCloud meselesi vardır, şifresi vardır, iPad'ı vardır, maili vardır. Yani sana yapıyor diyor ki tamam baba kullanmaya hazır. Biz onlardan bazı şeyleri öğreniyoruz bu yeni bilgi ve teknoloji sistemleri. Fakat bizim evlatlar da bizden bazı şeyleri öğrenmek istiyorlar veyahut da öğretmemiz lazım. O da sosyal davranış, ahlak, terbiye, onu biz onlara anlatacağız. Onu da biz ihmal ediyoruz. Kendi görevimizi yapmıyoruz. Bunu niye söyleyeceğim? Son 2-3 taziyemiz camide taziyeler olur. Bakıyoruz ki siz büyükler, biz büyükler iki yerde hata yapıyoruz. Birinci hata birbirlerimizin ziyaretine, taziyelerine gitmiyoruz. Bu birinci hatadır. Kulağınızı iyi açın dinleyin. Her gün gide bizim taziye gelen insanların sayısı azalır. Telefon ediyorsun, nerede kaldı, bu adam neredeydi? Diyor ki belki o benim taziyeme gelmemişti, ben de gitmemiştim. Biraz önce ne söyledik? O haklardan birisi Müslümanın Müslüman üzerindeki olan hakkı. Sen gideceksin, ölüsü varsa gidersin, karşılıksız olan haklardır.
Yani geldi gittim, gelmedi gitmeyeceğim. Bunlar dinen geçersiz nedenlerdir. Bu bir. Maalesef biz bunu camide anlatıyoruz fakat biz kendi pratiğimize bunları sokmuyoruz. Bu birinci hatamız. İkincisi, camiye gelen birkaç insan da kendi evlatlarına demiyor ki oğlum kalk bakayım biz gidelim. Şöyle bir adetimiz vardır, şöyle bir dini davranışımız vardır. Hastaya gidilir, cenazeye gidilir, şekline, rengine, simasına bakılmadan gidilir. Bunu yapmamız lazım. Sen neredesin? Ne kadar peşe kamera mekubdali. Kamera seri tesekmen diye. Kare kurda her uhay. Evet, pişki parz değerli. Bu noktalara dikkat etmemiz gerekir değerli cemaat. Ama maalesef dikkat etmiyoruz. Yani kulağımızı kapatmışız. Taziyeler olur, bizim gençlerimiz yok. Gençler memleketteki o eski davranışları bilmiyorlar. Bunu unutmayın. Eskiden köylerimizde bir yerde bir ölü olsaydı, gelen misafirler cenaze sahibinin evinde yemek yemezlerdi. Bunu hepiniz biliyoruz bunu. Eskiden hepsi bu vardı. Komşular, akrabalar, herkes diyor ki gelin evimize gidelim yemek yiyelim. Cenaze sahibinin bir yükü vardır. Onlara yük olmayalım. Bu güzel bir davranış. Bu bitti. Bugün bu memlekete geldik. Memlekette bu yoktur. Peki niye evlatlarımıza demiyoruz ki tamam bu yemek meselesi bitti de bir gidelim, taziyemiz vardır. Bir ölümümüz vardır. Bir dostumuzun bir akrabası vefat etmiş. Bir gidelim bakayım. Gençler bir gelin bakayım. Taziyeler olur. En gençleri yaşı 40'ın üstünde. Peki bu ailelerin 20, 25, 30, 15, 18 yaşında evlatları yok mu? Vardır. Nerede bu gençler? Efendim ölümü hatırlamasınlar. Mübarek bakın. Bu bir uyarı, bir nasihat, bir rica, bir tehlike uyarısı. Biz birbirlerimizden bu şekilde koparsak, gidersek yarın öbür gün herkes kendi evinde ölecek, kimsenin haberi olmaz. Unutmayın, bu başımıza gelecek. Öleceğiz 1 gün, 2 gün, 3 gün kimsenin haberi olmayacak. Efendim ne oldu? Ondan sonra koku dışarıya çıktıktan sonra gelecekler. Niye? Çünkü koptuk toplumdan, insanlardan koptuk. Bunu yapmayın. Biz bu memleketlerde zaten azınlıkız. Zaten azız. Birçoğumuz belki etrafında hiçbir Müslüman, bir tanıdık bir aile bile yoktur yani. Peki o yoksa nasıl milletin haberi benden olacak? Milletle gidip geldiğimiz zaman milletin haberi olacaktır. Biz bunu ihmal ettiğimiz zaman yarın öbür gün hastane köşelerinde hasta düşer ölür kimsenin haberi olmaz. Evimizde ölür kimsenin haberi olmaz. Sağda solda bir yere gider kimsenin haberi olmaz. Ve bunun vebalı da hep bizim üzerimizde, bizim omuzlarımızda. Memleketimizin o güzel davranışı biz getirmedik. Dinimizin o güzel adetini biz onu saklamaya çalıştık, sakladık, kimseye anlatmadık. Bunu unutmayın. Ne olur? Bu taziyelerden sonra artık gelecek, Allah uzun ömür versin fakat her gün biri ölecek bir yerde. Sakın kimse demesin ki gelmedi ben gitmedim. Haberim olmadı, haberiniz olsun. Caminizi takip edin. Caminiz size yeterince bilgi sayfaları, değişik kanallarda haber vermeye çalışır. Gözünüzü açın. Fakat o duruma gelmişiz ki görsek bile görmemişim. Gözümüzü kapatıyoruz. Bunu yapmayın. Gözümüzü kapatsak, gözümüzü açsak ölüm herkesin önünde. Herkesin kapısında ölüm bekler. Herkesin önünde hastalık bekler. Sakın bunu yapmayın. Biz bu memleketlerdeyiz. Bu dini değerlerimizi yaşatalım. Yaşatmadığımız müddetçe Allah o hesabı bize soracak ve ahirete diyecek ki gelin bakayım. Siz bu taziye ziyareti, hasta ziyareti, cenazeye katılmayın. Niye kaldırdınız? Niye yeni nesile anlatmadınız? Bizim yeni nesil diyecek ki Allah benim haberim yoktu. Ben Türkiye'de doğmadım, Kürdistan'da doğmadım, Arabistan'da doğmadım. Bu lafı diyecek. Ben Norveç'te doğdum. Okulda da bana anlatmadılar. Babam beni camiye de götürmedi. Camide hocanın anlattığını da bana anlatmadı. Ben ne yapacağım? Haklıdır kendince. Söylemeyin herkesin elinde telefon vardı. Sakın bu boş laflarla kendinizi kandırmayın. Herkesin elinde telefon var fakat herkes okula gider. Herkes mekaniğe gider. Herkes elektrik kursuna gider. Dini de kursa gitmesi lazım. Yok efendim dini telefondan öğrensin. Bu boş laflarla kendimizi kandırmayalım. Kendi görevimizi yapalım. Ölü oldu, hasta oldu, bir şey oldu. Evladım kalk bakayım bir taziyeye gideceğiz, biz cenazeye gideceğiz. Götürün onları, öğrensinler. Bu dini değerleri ihmal etmeyelim. İhmal ettiğimiz zaman ahirette beklenen ve bekletilen insanlardan olacağız. Hesap sizde. Allah Azze ve Celle kimi bekletse, kimi sorguya çekerse o insanın haline. Allah Azze ve Celle
Bize akıl ve fikir nasip etsin. Hatalarımızı düzeltelim. Doğrulara doğru adım atalım. Yanlışlarımızı da durdurup onun yerine iyilikleri yapalım ve anlatalım inşallah. Hatalar tekrarlanmasın. Bu saatten sonra o geldi ben gitmedim bu lafı işitmek istemiyoruz. Haberiniz olsun. Ve her taziyede kimin gelmediğini görürsem haberim varsa şahsen söylerim. Siz de bana destek olun. Uyarın o insanları niye gelmediniz? Destek vermediğiniz zaman da hesap oyununuzda ahirete boğazınıza yapışacağım haberiniz olsun. Allah'ım anlatmaya çalıştım kimse bana destek olmadı ben söylerim. Günahımı omuzlarınıza atacağım. Omuzlarınızda günah kalmaması için de bana yardım edin beraber halkımızı düzeltelim. Çevremizdeki insanları düzeltelim. Bu kötü davranışlar aramızda normal bir hal almasın. Allah cümlemize sıhhat ve afiyeti nasip etsin inşallah. Hak yolunda yürüyen insanlardan eylesin. Vesselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.